استيقظت فجر يوم من الأيام على صوت هرة تموء بجانب فراشي وتتمسح بي وتلح في ذلك إلحاحا غريبا، فراعني أمرها وأهمني همها. اختر الإجابة الصحيحة ما بين القوسين لما يلي مرادف راعني. راعني معناها إيه؟ أفزعني، حيرني، أغضبني. راعني معناها أفزعني. جمع هرة، هرار، هرور، هرر. جمع هرة، هرر. على ما استيقظ الكاتب من نومه. طبعا استيقظ على إيه؟ صوت هرة تموء بجانب فراشه. لماذا تمنى الكاتب أن لو كان سليمان؟ أتمنى الكاتب أن يكون نبي مثل سيدنا سليمان، لأن سيدنا سليمان كان يعرف لغة الحيوان، وهو يريد أن يعرف ماذا تريد القطة، هي تموء وهو لا يعرف ما معنى هذا المواء، هل تريد طعاما، هل تريد شرابا، أم ماذا تريد، فاحتار، فاتمنى أنه يكون سيدنا سليمان ليحقق لها ما تبغيه، لكنه ليس سيدنا سليمان ولا يعرف لغة الحيوان أو الطيور مثل سيدنا سليمان. من قصة عقبة بن نافع. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين لما يلي. أصبح عقبة في مقدمة جيش المسلمين ولم يبلغ عمره 20 30 40. لم يبلغ عمره 20. أعان نقط عقبة على حب الجهاد. مين اللي أعان عقبة على حب الجهاد؟ عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان. طبعا اللي أعان عقبة هو عمرو بن العاص ابن خالته. لماذا سمي عقبة بهذا الاسم؟ طبعا والد عقبة سمى ابن عقبة ليه؟ تيمنا، يعني تبركا، تيمنا بهذا الاسم لأنه يطلق على العديد من فرسان قريش الأقوياء الأشداء. يعني زي ما انت مثلا كده اتولد في العيلة عندكم مولود جديد او مولودة جديدة، فهم يقول لك ايه رأيك نسميها ايه، فانت مثلا في دايما كل سنة تصادف كده ان في ولد اسمه محمود وبيكون شاطر وبيكون مؤدب وانت بتعجب بشخصيته، فهم يقول لك نسمي المولود ايه، فانت تقول سموا محمود، فيقول لك اشمعنى محمود؟ قول بصراحة دايما الاقي اي حد اسمه محمود بيكون شاطر وبيكون مؤدب. فهو نفس الكلام اللي حصل مع والد عقبة. والد عقبة شاف ان اكتر الفرسان الاشداء الكويسين اسمهم عقبة، فاتبارك بالاسم ده تيمنا بهذا الاسم، فقال لي بقى سمي ابني عقبة يمكن يطلع فارس ومغوار زي مثل هؤلاء.